يعني هي عامله يعتبر نوعين مختلفين وعايزاني اعمل لها نوع جديد. هي سمعت عنه مع صحابها وكده وكانت مصممه ان انا اعمل لها السيشن. انا طبعا شايفه اصلا ابعاد وشها ما تسمحش ان انا ازود فيلر، لازم ده يدوب يمر عليه الفتره اصلا مسموحه عشان احقن. قعدت اقنعها من هنا لهنا مفيش برضه، استغربتها جدا. لا انا هحقن يعني هحقن يعني في شخصيات غريبه بقابلها. قلت لها طيب خلاص هندوبه وهنيجي بعد اسبوعين نحقن اللي احنا عايزينه. طبعا ممنوع اصلا، ممنوع تحقني نوعين فيلر مختلفين في نفس الاريا، لكل واحده في نوع مخصص ليها. الفيلر نفسه اما باجي اقعد مع الكلاينت اللي هتعمل فيلر لازم اعرف هي شخصيتها عامله ازاي عشان احقن على اساس ده. يعني في واحده عايزه تنفخ بس، في واحده عايزه لا ترسم شيب حلو. لكل نوع ولكل منطقة في الفيس ليه نوع مخصص ليه. تحت العين ليه نوع، الخدود نفسها سواء بنعمل ليفتنج أو فوليوم ليها نوع، الشفايف ليها أنواع، جو لاين أو الفك ليه أنواع. فكل ده هما بيبقوا مش فاهمين وعايزين يحقنوا فيلر وبس، فده ساعات بيخلينا احنا نعمل ايه يا جماعه، نقنعهم ازاي. الموقف ده كان من اغرب الحاجات بصراحه اللي عدت عليا، ان هي مصممه وهي عامله نوعين مختلفين والحمد لله اصلا ما حصلش معاها كارثه انه يحصل مثلا اي مضاعفات او كده. فجات لي بقى عايزه تعمل نوع ثالث عشان ما عجبهاش النوع الاولاني والتاني. فطبعا كان لازم اوقف الموضوع لحد هنا وندوب الاول، بعد كده نحقن الفيلر براحتنا على ايه، على نظافه.